السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي شرحاء بلاد في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبسعادة دايما يا رب. موضوع النهاردة موضوع جميل، موضوع محترم، موضوع سريع، سوفت مميز هتلاقيه على قناتك الجميلة قناة شرحاء بلاد. السوفت اللي بنتكلم عليه النهاردة والأجهزة اللي بنتكلم عليها النهاردة صن بلس 1506 تي في و1506 اتش في داكي فلاش 4 ميجا بدون واي فاي داخلي. سوفت مميز هيضيف لك إمكانيات جديدة لكل الأجهزة. ويلا فاصل ونواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اول حاجه نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تاني حاجه ما تنساش تعمل اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد في عالم الرسومات. ايه النهارده ايه السوفت اللي بتتكلم عليه النهارده يا عم بلال؟ السوفت اللي بتكلم عليه النهارده سوفت مميز، سوفت جميل، هيضيف لك مميزات جميله للجهاز، سرعه في الاداء، سرعه في التشغيل، وحاجه جميله واضافه ان انت تقدر تشغل اي ريموت على الجهاز. هنوصل الجهاز مع بعض ونشوف ايه الامكانيات الجديده في السوفت ده. طبعا يا جماعه نبذه او تنبيه مهم، اجهزه الداكي اجهزه كتير في السوق، يعني يعتبر 90% منها في السوق، في منها البورده الصغيره وفي منها البورده المشروفه وفي منها البورده الكبيره. طبعا كل الاجهزه مسميات، لكن المعالج او المخ بتاع الجهاز كله واحد. فالسوفت اللي هقدمه لك النهارده هينفع ل 1506 تي في و 1506 اتش في. وانت عارف ان على قناتك، على قناه شرحاء بلاد، اول خطوه بعملها على الشرح ان انا بخش على نسخه الجهاز او الاصدار، ويبقى انا كده بوفر على حضرتك كتير ان انت تخش على الاصدار او النسخه بتاع الجهاز بتاعك وتشوف لو نفس الكلام اللي بتكلم عليه في الشرح متطابق مع نفس الصوره، يبقى ادي جهازك وما تخافش خالص من اي مشكله. يلا نوصل الجهاز ونشوف مع بعض السوفت الجديد ونشوف ايه امكانياته وايه الجديد في السوفت. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. وصلنا الجهاز، وصلنا كل حاجه زي ما حضراتكم عارفين. طبعا لو تفتكروا اخر سوفت كنت منزله على القناه لاجهزه السيفن ستار، سوفت محترم وسوفت جميل. النهارده هيبقى سوفت معانا سوفت حديث، وزي ما وعدناكم هنخش على الضبط وهننزل على كلمه النسخه. وزي ما قلت لكم كل واحد بيخش على كلمة نسخة أو إصدار ويلاقي نفس الصورة اللي قدام حضراتكم ديت، يدي جهازه السوفت، ما يقلقش خالص بدون أي مشكلة. بدل ما في ناس بتقعد تبعت في التعليقات هل جهاز فلان الفلاني كذا ينفع، هل اسم جهاز كذا ينفع. طبعا عندك الصورة بمليون كلمة، أنت خش على الإصدار أو على النسخة عندك على جهازك وشوف. لو عندك 1506 تي في أو 1506 اتش في نفس التفاصيل اللي قدام حضرتك، ادي جهازك السوفت، ما تقلقش خالص. نيجي بقى ندي للجهاز السوفت، خش على تحديث على بطاقة اليو اس بي. السوفت اللي هسيبه لك في تعليق مثبت اسفل الفيديو، ونسمي الله. وزي ما حضراتكم شايفين الجهاز سحب معانا السوفت تمام. ايه المميزات في السوفت ده يا عم بلال؟ اول حاجة طبعا بيدعم اخر اصدار من اليوتيوب، في امكانيات جديدة، في امكانيات ان انت تقدر تضيف اي ريموت تقدر تبرمجه يدوي على الجهاز بتاع حضرتك. وده خاصية جديدة حلوة لأجهزة الصن بلس الداكي ال 1506 تي في. وفي سوفت كمان لل 1506 تي في فلاشة واي فاي، فلاشة داخلية واي فاي، فلاشة 4 ميجا. وفي سوفت كمان للصن بلس 1507 جي. الجهاز سحب معانا السوفت تمام. الجهاز هيرستر معانا ونخش بقى نشوف ايه هو السوفت الجديد. زي ما حضراتكم شايفين الجهاز فتح معانا طبعا بخلفيه الجهاز لانه يعتبر سوفت من المصنع على طول، وده ما يفرقش معانا، انا ليا امكانيات الجهاز. اول حاجه كده هنسمي الله ونعمل اوكي كده. ده قائمه القنوات، يعني في اجهزه في سوفتات شبيهه كتير نزلناها. ده المنيو بتاع الجهاز. في ناس تقول لي يا عم الجهاز ده او السوفت ده او المنيو ده حضرتك نزلنا قبل كده كتير. ماليش دعوه بالشكل، انا ليا بالمستفيد او الحاجه اللي في الجهاز. اول حاجه كده بالراحه كده مع بعض بعد ما دخلنا على النسخه. الجهاز معانا 1.8 يعني سوفت حديث خالص. الميزه هنا ان الجهاز بيدعم فلاشتين الواي فاي ال 5370 وال 7601 واصدار السوفت الجديد. هنرجع باك نخش على فيديو، ولو نزلنا تحت كده الصوره بمليون كلمه، وفي عندنا اضافه اسمها ليرنج نيو ار سي يو اللي هي اضافه ريموت جديد. ولو دخلنا عليها اوكي، عشان ما اكدبش عليك ده عايز شرح لوحده، عايز فيديو لوحده عشان خاطر نقدر ندل الناس صح ازاي تضيف الطريقه بكل سهوله. وده انتظرونا في في شرح قادم هيبقى خاص بالخاصيه دي. ولكن زي ما حضرتك شايف الجهاز سريع تمام،
جهاز جميل. لو نزلنا على تفضيل ونزلنا تحت هي نيو ار سي يو، يعني اضافه الريموت الجديد. هنسيبها على غلق لحد ما ننزل الشرح ونشوف مع بعض الاضافات الجديده. لو دخلنا على تكوين الشبكه هنلاقي عندنا جهاز بيدعم السلك، القطع اليو اس بي اللي هي لان والواي فاي بس، ولكن الجهاز معانا بيدعم الفلاشتين. مالكش اي حجه او اي مشكله خالص في الجهاز بتاعنا خالص. لو دخلنا هنا على الوسائط وشوفنا الجهاز بيدعم ايه، هنضرب 1506. هو بيدعم الجوسات على اخر اصدار، ويديك يوكام والشيرنج واضافه اي حاجه جديده. ولو دخلنا هنا، الميزه في السوفت ده انه بيدعم اجهزه كتير وحاجات كتير من المختلف. ولو دخلنا على التركيب هنلاقي مفيش جديد. ولو دخلنا على القناه برضو مفيش جديد. يبقى هو السوفت معانا احدث اصدار لليوتيوب. المنيو مش قد كده، ولكن هو اضافاته مميزه وهيبقى في شرح، وبيدعم الفلاشين والواي فاي، وسوفت سريع وسوفت جميل. هسيب لك معاه ملف قنوات حديث بشهر 9. ويبقى كده، وهنا يبقى وصلت لنهايه موضوعنا النهارده. سوفت جميل، سوفت محترم، سوفت رائع، فيه كل المميزات زي ما حضراتكم شفتم في الشرح بالظبط. انتظرونا ان شاء الله سوفت قادم لاجهزه الصن بلس 1507 جي، 1506 جي، فلاشه 8 ميجا داكي بدون واي فاي داخلي. سوفت محترم وسوفت مميز. وفي سوفت كمان نفس السوفت اللي حضراتكم شفتوه لاجهزه الواي فاي داخلي لل 1506 تي في و 1506 اتش في، فلاشه 4 ميجا بدون واي فاي داخلي قصدي. وفي ان شاء الله شرح نازل باذن الله كيفيه ازاي تقدر تقوم الجهاز ال ام 1506 تي في وال 1506 اتش في بكل سهوله. وده المفاجاه والسوفت والشرح اللي هيبقى قادم ان شاء الله. وانتظرونا في موضوع وشرح قادم، ويا رب تكونوا استمتعتم بالشرح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي شرحاء بالله في كل مكان.